حديث البلد مع هالة هادي. بحديث البلد. هلا هادي، انت فنانه اردنيه لبنانيه معروفه باللون الرومانسي الكلاسيكي وبتجديدك لاغاني طربيه قديمه، والليله عم نستضيفك بحديث البلد لنحكي عن اغنيتك الاخيره ترضى، كلمات والحان الفنان مروان خوري. هلا بدات باسترجاع الاغاني القديمه من سنه 88 واليوم كتار عم بيصيروا على هالطريق، يعني اليوم كتار عم بيجددوا الاغاني القديمه. كيف بتفسري هالموجه؟ حنين للقديم او افلاس للجديد؟ لا، اول شيء طبعا حنين اكيد للاغاني القديمه، لانه بتذكرنا بالاصاله، بالاحساس الصادق، واكيد كلنا بنحب الاغاني القديمه ونحن حبينا الفن من خلال الاغاني القديمه. واكيد الفنانين كلهم بيحبوا يجددوا اغاني قديمه. نعم. الهام المدفعي، فينا نسمع منك انت وهالة سوا فوق النخل؟ شو رايك هالة؟ طبعا مع الاستاذ الهام. اوكي، انا عارفه غنيه عراقيه قديمه. نعم. اذا حضرتك حافظها، جيت يا اهل الهوى. شو رايك؟ حافظتها؟ شوي ايه؟ معقوله؟ غنيه قديمه. لان ايقاع جيت يا الهوى هو ايقاع من ايقاع جورجينا اللي هو ايقاع عراقي متميز حقيقه. يلا نسمع صوتي. شو بدك تخليه على دياز؟ يلا معك استاذ الهام سوا. جيت يا للهوى اشتكي من الهوى، جيت يا للهوى اشتكي من الهوى، انا عدكم دخيل من عذاب الخليل، انا عدكم دخيل من عذاب الخليل. شم 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 يا اهل الهوى، يا اهل الهوى. حلو. هلا هادي، قبل ما نكفي معك خلينا نسترجع سوا ابرز اغنياتك بهالميوزك ستوري. أنت مواليد عمان من والد أردني ووالدة لبنانية. أصل لبناني. كيف نعم. الأكل بعمان زاكي؟ كثير كثير طيب. في عنا من بين الجمهور ضيفين من الأردن الليلة؟
كارولين. اهلا وسهلا كارولين. هالة بعمر 16 سنة سمع صوتك الملحن المصري المعروف محمد الموجي. نعم. وشجعك على الغنى، وهيك انتقلتي على مصر وبقيتي فيها 17 سنة. نعم. وفيها تزوجتي من اللبناني محمود موسى أحد المدراء بشركة روتانا، وبال 2004 رجعتوا نهائياً على لبنان. نعم. نعم. صحيح انه قبل الزواج كان محمود ينتج اغاني لفنانين معروفين ويختار كلماتها بحسب علاقته معك؟ مثل اي اغاني مثلا يعني هيك او حيتي له فيها؟ ووقح مثلا. يعني اول شيء وقت ما كنا مغرومين يعني كان بتذكر قبل ما نتجوز كان في غنية قلبي عشقها للفنان راغب علامة. في غنية كلام الناس بتعاتبني على كلمة. يعني هالأغاني بتذكر كان يختارون واللي بختارهم حسب هيك بتذكرك بس بدي اختارهم للمطربين. يعني بده زقفة كبيرة محمود على الرومانسية يعني. هلا برصيدك لليوم 6 ألبومات و3 كليبات، والليلة رح نسمع للمرة الأولى وبحديث البلد أغنية ترضى كلمات وألحان مروان خوري، واللي رح تصوريها قريبا تحت إدارة المخرج فادي حداد. ترضى بعذابك تهجرني بالمرة، ترضى حرم شقا والسهر شوفك ولو مرة، ترضى بنار الشوق تكويني وانت اللي بكيني من بعد هالعشرة، ترضى. حلوة. هلا كيف كان التعاون مع مروان خوري وشو أضاف لك هالتعاون؟ بصراحة مروان خوري كتير فنان حساس، فيعني إحساسه بصراحة يعني أضاف لي يمكن الإحساس اللي بيلمس القلب. صحيح، مثل كل ألحانه كل ألحانه كلها رومانسية كل أغاني. نعم. هلا بدنا نسمع منك شيء لأم كلثوم الليلة. عودت عيني على رؤياك ترارارارا، عودت عيني على رؤياك وقلبي سلم لك أمري ترارارارارا، أشوف هنا عينيا بنظرتك ليا، أشوف هنا عينيا بنظرتك ليا، والقى نعيم قلبي يوم ما التقيك جنبي، والقى نعيم قلبي يوم ما التقيك جنبي، وإن مر يوم من غير رؤياك، إن مر يوم من غير رؤياك، إن مر يوم من غير رؤياك، إن مر يوم من غير رؤياك ما ينحسبش من عمري. يسلم تمك، يسلم تمك هالة هادي، وانترفيو ليل نهار. هلا شو بتفضلي الليل او النهار؟ الليل. عندي غنية اسمها بحب الليل. يعني دغري الليل. ايمتى النوم احلى، بالليل او بالنهار؟ هلا صحيا بالليل.
أزبط بس أكيد. انت بتقضيها بالنهار نايمه. لا لا، شو احلى شيء بالليل وشو احلى شيء بالنهار؟ السكس بالليل شكرا. شكرا هالة، وشكرا إلهام المدفعي، وشكرا نادين نجيم، وشكرا غادة أبو عضل. أنا فكري إنه ما بقى نستقبل ضيوف، ليش ما بقعد أنا وياكم نقعد نتساير كل السهرة؟ والله العظيم ليه عم نعذبهم نجيبهم من البيت؟ وحياة الله ليه معذبين؟ هالة، شو أحلى شيء بالليل وشو أحلى شيء بالنهار؟ على لموضوعنا. والله بلا تشجيع وهو منه مطلع. هلا، شو أحلى شيء بالليل وشو أحلى شيء بالنهار للمرة الثالثة؟ أكيد. قولي ما تستحي وحياة الله، نحن أهلية أهل، نحن أهل. مع العلم انه الأردن جوابك مش ولبنان قاعدة. أخوة مع العلم والله، مع العلم انه جوابك خصوصا صار في مش سكس بين قاعدة. الأردن أوكي؟ ولبنان هلا. غادة، هلا، ما بقى أعرف غادة من هلا من نادين، خلص. هلا، الليل حلو بالرومانسية، هيك بالسكون. رومانسية، سكون. نعم. والنهار؟ إذا ما في نهار حلو، لا نهار حلو، الواحد يشوف البحر، الخضار، الجبال. صح صح. شو أسوأ شيء بالليل؟ إذا ما في سكس. هيدي بدي اخليها، بدي اروح عند الحكيم بدي يسميها دينة الطرشة وخلص ديرها. شو أسوأ شيء بالليل وشو أسوأ شيء بالنهار؟ أسوأ شيء بالنهار زوامير السيارات. زوامير. الزمور. زمور ايه زمور. وأسوأ شيء بالليل؟ بالليل مش طالع، مش جاي شيء على بالي. شوفي نادين شو صاير فيها انت. راحت البنت، راحت البنت بين ايدينا الليله. عندها مستقبل فني طويل عريض، راحت بين ايدينا. ليش؟ وبالليل شو بعد أسوأ الزمور شيء؟ بأوله يعني. بالليل مش طالع شيء على بالي يعني. القلق القلق بعد يطلع على راسه. القلق هلكتها. مظبوط، القلق ما امتى الميك اب اقوى، بالليل او بالنهار؟ بالليل. بالليل. اكيد بتحب تشارك بهالموضوع.